عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد سالم في حلقة جديدة من حلقات اتعلم ايفرز. طبعا احنا بقالنا فترة مش بنعمل فيديوهات، ان شاء الله هنرجع نكمل تاني وراجع بمعيار قوي جدا ومهم جدا. والشركات اللي هي الكبيرة، خاصة الشركات الليستد، غالبا هي اللي بتعمل موضوع الكونسوليديشن. الكونسوليديشن طبعا من المعايير المهمة جدا، وهو معيار فعلا لازم تبقى فاهمه، مش فكرة ان انت تبقى حافظ المعيار، لانه فعلا هو معيار مهم جدا ومعيار شيق ومليان معلومات كتيرة، وفعلا لازم تبقى فاهم عشان تقدر تطبقه في شغلك، وتبقى فاهم وانت بتحل كمان عشان الامتحان. فانا طبعا ان شاء الله هحاول ان انا اختصر وهعمل فيديوهات صغيرة. احنا ممكن ناخد الموضوع على فيديوهات كتير، ولكن انا هدفي في الاول وفي الاخر ان انت تبقى فاهم معايا جزئية جزئية في خاصة في الكونسوليديشن، لان هي كونسوليديشن براكتيكال قوي، وسؤال عليه 20 درجة في الامتحان. فانت ما ينفعش ان انت تضيعهم من ايدك، لان الموضوع فعلا ظريف. ولكن احنا هنبدأ ناخد الموضوع ليفل. هنبدأ الاول جزئية جزئية، وهناخد تمارين من الكتاب. انا حتى ان شاء الله انا مش هحاول ان انا اطول في الفيديو. احنا هناخد جزئية بسيطة وهنحل عليها تمرين، تمام، او تمرينين بالكتير، عشان ان احنا نحاول ان احنا الفيديو ما يطولش مننا والناس تمل، ويبقى في شغف ان احنا ناخد اجزاء تانية. وبالمناسبة تمارين الكتاب هتمشي معانا مستويات من السهل للصعب، لحد ما نوصل لفكرة ان احنا نحل تمرين كامل بكل الجزئيات اللي هتيجي وهتقابلنا بالستبس اللي احنا هنشوفها لما نيجي نعمل فاينانشال ستيتمنت كونسوليديتد، يعني او كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت. طيب، خلينا نروح للاكسل كده ونشوف ده طبعا التمارين اللي هنحلها، ولكن خلينا نروح كده ايه، ندردش شويه. يعني هو ايه فكره القوائم الماليه المجمعه، يعني بالبلدي كده. في القوائم الماليه المجمعه هي فكرتها ان انت النهارده عندك شركه، تمام، استحوذت على شركه خلاص. وليكن انا النهارده عندي شركه بي، خلاص. شركه بي دي قررت انها تستحوذ على شركه اس. طيب، هو الموضوع الاستحواذ ده بيحصل لما يكون عندي نسبه قد ايه من الاسهم. يعني انا النهارده ممكن ابقى مستثمر في شركه، تمام، حلو جدا. ممكن ابقى مستثمر في شركه بنسبه 10%، 20%، 30%، 40%. هل كده معناها ان انا اعمل كونسوليديشن؟ قال لك لا. قال لك انت النهارده هتعمل كونسوليديشن من اول لما تبقى مستحوذ بنسبه كام؟ 50%. يبقى عندك حاجه اسمها فول كنترول. فول كنترول لما يبقى معاك ال 50% فيما فوق، انت النهارده تقدر تعمل كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت. يعني ايه كونسوليديتد؟ قوائم ماليه مجمعه. يعني هي اصلا الشركه اللي تابعه دي هي بتعمل قوائم لوحديها؟ اه طبعا. وانت كبيرا انت بتعمل قوائم ماليه لوحدك؟ اه طبعا. في الاخر احنا بنعمل حاجه اسمها جروب بنجمع فيه القوائم الماليه دي مع بعض. تمام، بنجمع فيه القوائم الماليه مع بعض. انا بحاول ان انا اديك الصوره بشكل مختصر عشان ما اطولش عليك. خلاص. طيب، هل في شركات ممكن نستحوذ فيها بنسبه اقل؟ اه طبعا. هنشوف الكلام ده في الانفستمنت ان اسوشيت اللي هو اي اس 28. ان انت آه، مش هتبقى بقى مستحوذ ب 50، لا، انت ممكن تبقى مستحوذ ب 20، ب 30. تمام. فانت هنا مش هتبقى انت ليك فول كنترول، لا، انت هيبقى انت هنا هيعتبر هتبقى حاجه اسمها نون كنترولنج انترست، اللي هم حقوق الاقليه اللي احنا هنشوفها واحنا قدام بنعمل كونسوليديشن. هنلاقي ان في ناس عندنا اسمهم نون كنترولنج انترست. انت في يوم من الايام لو استحوذت بالنسب الاقل من ال 50% دي، هتبقى انت في يوم من الايام الان سي اي دول. يعني احنا النهارده اي شركه في الدنيا، لو في لو الشركه مستحوذه بنسبه على الشركه زي ما احنا اتكلمنا بقى 50، 60، 70، 80، بيبقى في جزئيه تانية جوه الشركه دي. بمعنى، خلينا اديك مثال تاني، او خلينا ابسط لك الموضوع. لو انا النهارده، تمام، قلت ان شركه بي خلاص استحوذت على شركه اس. تمام، انا النهارده عندي شركه بي، تمام، استحوذت على شركه اس. حلو جدا. طيب، الشركه اس دي اللي هي الشركه التابعه. شركه بي قالت انا صحيت الصبح النهارده قررت ان انا اروح استثمر بنسبه وليكن زي ما احنا قلنا 80%. 80%، يعني انا شاري بنسبه 80% من اسهم الشركه اس عندي في الشركه بتاعتي. تمام، يعني انا مستثمر ب 80% من فلوسي في شركه اس. طيب، هل كده معناها ان شركه اس اصبحت ايه؟ اصبحت ان هي 80% من اسهمها رايحه للشركه بي. طب ما لسه في بقيه ال 100% من الاسهم، صح كده؟ قال لك اه، بقيه ال 100% دول هم اللي هم 20% دول ناس تانية. الناس التانية دول احنا بنسميهم ان سي اي.
عشان كده لما نيجي نحل الكونسوليديشن، اول حاجه بتشوفها بتعملها تروح تعمل اللي هو الايه اللي هي البروبريشن ريت دي، ان انت النهارده بتشوف انت بيرنت بقد ايه، تمام، انت بيرنت بقد ايه وان سي اي بقد ايه. النسبه دي بشكل مبدئي بتريحك كتير، بتبقى عارف انت خلاص هتتعامل على اي اساس. ليه؟ لان طبعا احنا هنلاقي نفسنا بنعمل حاجه اسمها جود ويل، الوركينج للجود ويل، وهنعمل وركينج للان سي اي، وهنعمل وركينج للار اي. فمهم جدا جدا تبقى فاهم وعارف النسب دي، عشان طبعا لما نيجي نشتغل على الجود ويل، طبعا لسه هنشوف بقى الجود ويل احنا بنعملها امتى وليه، وايه الوركينج بتاعها، والنسبه اللي في الجود ويل دي بتبقى عامله ازاي. لان طبعا الجود ويل دي احنا اكيد سمعنا عنها، واللي هي الشهره. انا النهارده رحت اشتريت الشركه دي، انا عارف ان هي النت اسيتس بتاعتها وليكن عامله 100,000، انا رحت اشتريتها ب 120. خلاص، فال 20,000 دي احنا اللي كنا بنقول عليها الجود ويل. تمام. طبعا الجود ويل دي بقى هنتعلم ان في حاجه اسمها فول جود ويل وبارشال جود ويل، وهنشوف الفرق ما بينهم ان شاء الله. لكن انا مش حابب ان انا زي ما قلت ان انا اطول في الفيديو، فانا النهارده جاي هشرح لك اول جزئيه في الكونسوليديشن، تمام، اللي احنا بتقابلنا في اول حاجه خالص، اللي هي اول ستيب الشركه بتعملها لما بتيجي تعمل قوائم ماليه مجمعه. زي ما احنا قلنا ان انت النهارده هي فكره القوائم الماليه المجمعه، ان انت بتجمع حسابات الشركه الام مع حسابات الشركه التابعه. بتجمع حسابات الشركه الام اللي هي البيرنت مع حسابات الشركه التابعه، تمام، بالنسبه للاصول والخصوم، تمام، ايرادات ومصروفات. طبعا ده لما هنشوف القوائم الماليه المجمعه كقائمه دخل، احنا لسه هنبدا القوائم الماليه المجمعه كقائمه مركز مالي مش كقائمه دخل. فبالنسبه لي قائمه المركز المالي، عشان اختصر عليك الموضوع عشان تبقى فاهم ومريح دماغك، انت عندك الاسيتس بتبقى 100%. يعني ايه 100%؟ يعني 100% بيرنت زائد 100% سبسيدري، 100%. خلاص، بتجمع اصول البيرنت مع اصول السب، واللايبيليتي كذلك بتاخد بيرنت زائد سبسيدري، بيرنت زائد سبسيدري. طبعا انا بعتذر عن الصوت لان الموضوع طبعا بيبقى خارج عن الاراده، فممكن هنلاقي اصوات غريبه شويه كده يعني. تمام، فاحنا بنجمع البيرنت والسبسيدري، وبنجمع في اللايبيليتي بيرنت زائد سبسيدري بنسبه 100%. احنا كل مشكلتنا في الايكوتي. الايكوتي هي دي الحكايه اللي فيها. انا ما اقدرش اقول 100%، لان انا النهارده لما باجي اجمع الايكوتي، احنا عارفين ان الايكوتي عباره عن كذا حاجه. انا عندي استثمار في اسهم، عندي الار اي. خلاص، فانا النهارده الاسهم انا ما باجي بقى هجمع واعمل جروب، لا، انا ممكن الاقي نفسي ان انا هنا 80%. خلاص، 80% اللي هم اللي انا مستثمر فيهم 100% الاسهم بتاعتي، زائد 80% الايه الاسهم بتاعه الصب، والار اي برضو باخد 100% من ارباحي، و80% من ارباح الايه الصب. ولكن هتفرق بقى انا هاخد الارباح بتاعه السبسيدري دي وقت الاستحواذ ولا امتى بالظبط، لان الموضوع ده بيفرق كتير. يعني ايه برضو الجزئيه بتاعه الارباح دي ووقت الاستحواذ وقبل والكلام ده كله؟ انت هتلاقي في المساله هيجي يكتب لك كده since incorporation. لما يجي يكتب لك since incorporation، دي معناها ان انت واخد الشركه من اولها، يعني الشركه من اول ما بدات انت استحوذت عليها. فمعنى كده ان مش هيبقى عندك بري اكوزيشن وبوست اكوزيشن، لا، انت ارباحها من الاول بتاعتك كلها. طب لو مش سنس انكوربريشن، لا، يبقى انا الارباح اللي هي جايه محققاها قبل كده انا هخصمها، انا كاني مش شايفها خالص. يعني وليكن الشركه جايه كانت محققه ارباح، تمام، 50,000. خلاص، وانا استحوذت عليها وليكن مثلا في شهر 4 شهر 3، وجينا في اخر السنه جه جاب لك القوائم الماليه لقيت نفسك انت عامل 80,000. خلاص، طيب انت لما هتيجي يعني لقيت الشركه عامله 80,000 ارباح، اللي هي الشركه اللي انت مستحوذ عليها، لما تيجي تعمل او تطلع حصتك في الارباح عمرك ما هتاخد ال 80، لان انت مالكش في ال 50 دي. انت هتاخد من اول ما بدات معاك، يعني انت ليك بس في 30,000. انت ليك فقط نسبتك، ايا يكن 80 70 60، تمام، انت ليك فقط في ال 30 بس. الكلام ده هنشوفه واحنا بنحل، احنا مش رايحين له النهارده، لكن انا بديك نبذه عنه عشان لما نيجي نروح له بعد كده هفكرك بيه برضو تاني. يبقى انت باختصار شديد القوائم الماليه المجمعه كقائمه مركز مالي، اصولك كلها بتجمعها 100%، والتزاماتك كلها 100%.
اما مشكلتنا كلها فين؟ في الايكوتي. في الايكوتي. خلاص. طيب اول حاجه احنا طبعا لازم نبقى عارفينها واحنا بنجمع، تمام، انه الشركه لو هي ما تيجي بتنفست في الشركه، خلاص، بيبقى في حاجه اسمها كانسليشن او بارت كانسليشن. كانسليشن او بارت كانسليشن، وهناخد تمرينين عليهم من الكتاب ان شاء الله. بيقول لك طب إيه ليه فكره الكانسليشن دي؟ ما هو انت النهارده الشركه الام دي كاتبه ان انا رحت استثمرت في الاصول عندها، هتلاقيها مكتوب انفستمنت ان اس مثلا، تمام، ايا يكن بعدد الاسهم بالنسبه بتاعتها، استثمرت خلاص، فدي استثمارات. خلاص. والناحيه التانيه هي الشركه التابعه قايله ان ده راس المال بتاعي بتاع الشركه اللي هي استثمرت فيا. فهل ينفع النهارده وانت بتعمل قوائم ماليه مجمعه تجمع تقول دي فلوس عند نفسي وفي نفس الوقت تقول ده راس مال عند نفسي انا بجمعه؟ ما ينفعش. فعشان كده لازم استثمارك اللي انت حاطه في الاصول عندك تكنسله، تكنسله قصاد الايه؟ راس المال الشركه اللي انت مستثمر فيها. فده فكره الكانسليشن. وهنشوف دلوقتي واحنا بنحل مثال عملي عشان تجمع الموضوع. فاحنا بنلغي الاستثمار من عند الام، والناحيه التانيه بنلغي حقوق الملكيه المقابله ليها عند الشركه التابعه، عشان في الاخر انت بتدمجهم مع بعض، بيبقى جروب واحد، بتدخل ده في ده، بتجمع ده على ده. فما ينفعش تروح تجمع الحاجه مرتين. انت لو رحت خدت الاستثمار حطيته وخدت راس المال حطيته، فانت كده عملت دبليكيشن، حطيت حساب فوق حساب، طبعا ده منطقيا مش صح. تمام. والان سي اي زي ما انا كلمتك عليها، هي فكرتها ان الناس دول مش تبع الشركه، ليهم حصه، ليهم جزئيه، حتى لو هم اقليه فليهم نسبه في الايه؟ في الشركه دي. طبعا هم ناس خارج الجروب، الان سي اي دول بره الجروب، فدول ليهم حسبه لوحديهم زي ما انا قلت لك على حسب نسبتهم. دول بره الجروب، اديني بوضح وبكرر تاني اهو. الان سي اي ما لهمش علاقه بالجروب. الجروب عندك اللي هي البيرنت، الشركه الام، والشركه التابعه اللي انت مستثمر فيها بالحصه بتاعتك. الان سي اي دول حقوق الاقليه، دول ناس بره الجروب. تمام. نصيب الاقليه في صافي الاصول الشركات التابعه ده طبعا بيتعرض لوحده. يعني احنا النهارده واحنا بنعمل القوائم الماليه لو في ان سي اي هنعمل لها بند لوحديها، هنعمل للان سي اي بند لوحديها. طيب هيكون فين البند ده او بيظهر فين؟ هنشوفه تحت في اللايبيليتي، في الايكوتي عفوا، هنشوفه تحت في الايكوتي. ليه؟ لان دول ناس مستثمرين معاك، مش انت لوحدك. انت يا عم مستثمر ب 80 ربنا يوفقك، مستثمر ب 70 ربنا يوفقك، احنا لينا نسبه معاك برضو. تمام. فالنسبه دي احنا لازم نظهر، نقول الناس دول ليهم فلوس، هم بره معانا بس لازم نظهرهم، وهيتعمل لها وركينج لوحديها واحنا بنحل الان سي اي. طيب حاجات تانية طبعا لسه هنتكلم عليها زي ما انا قلت لكم، الجود ويل بقى والديفيدنت، لان الديفيدنت برضو اللي ظهر لو شركه النهارده بتوزع اسهم. الديفيدنت النهارده لو الشركه انت النهارده كشركه تمام، جيت وزعت، حققت مثلا ارباح، او الشركه اللي انت مستثمر فيها كسبت وقالت لك انا هوزع ارباح، تمام، فهي هتوزع ارباح عليك، هتخرج من عند اس هتروح لا ليك انت النهارده عند بي، فهي خرجت من عندك راحت عندك برضو. فقال لك الديفيدنت اللي ما بين الشركات دي برضو بنكنسلها، زيها زي المبيعات الانترا جروب سيلز اللي هنشوفها واحنا بنحل. لو انت النهارده شركه بي بعت الاس او اس باعت ليك، تمام، في الاول وفي الاخر ده اسمه انترا جروب ترانزاكشن. تمام. الحاجات دي بيتعمل لها كانسليشن. الكلام ده كله هنشوفه واحنا بنحل، مش بس فكره ان انت بتكنسل الاستثمار وراس المال. التمرينين اللي هنحلهم الكانسليشن والبارت كانسليشن على الجزئيه دي. تعال نروح للتمرين اللي انا طبعا ده التمرين احنا مجهزينه هنا. خلينا نرجع للكتاب نشوف التمرين بيقول ايه، وبعد كده نرجع على الاكسل تاني عشان ندخل على الجزئيه اللي بعديها على طول. طيب هو في الاكزامبل هنا عن الكانسليشن اهو، بيقول لك انه في شركه بي، خلاص، بتبيع بضاعه، خلاص، للشركه التابعه اللي هي الشركه اللي هي مستثمره فيها. حلو جدا. طيب قالت لك والله ان هي بتمتلك في الشركه اس دي، بص بقى ايه، قال لك اهي دي اللي انا بقول لك عليها بقى، سينس انكوربريشن، يعني من اول ما الشركه نشأت راحت استحوذت عليها. الفاينانشال ستيتمنت طبعا للشركتين في 31 12 زي كما في الاسفل. يعني هو هنا جايب لك اهو القوائم الماليه، قائمه المركز المالي للشركتين. شركه بي قال لك البي بي اي عندها هنا 35، الناحيه الثانيه 45، خلاص 35 45. هنراجع برضو مع بعض قبل ما نبدا حل. حلو جدا. طيب تاني حاجه، بص بقى هنا اهو، دي الجزئيه اللي انا بقول لك عليها. انا النهارده مستثمر 40,000 سهم، السهم بدولار واحد. خلي بالك عشان تبقى فاهم وانت بتقرا، تكلفتهم كام؟ 40,000 دولار. يبقى السهم ايه؟ بدولار واحد. انت اشتريت 40,000 سهم.
تمام. حلو جدا. من اصل كام انا ما اعرفش. من اصل كام انا ما اعرفش. انت مستثمر يعني شاري ب 40,000 دولار. خلاص، فهي لو الشركه كلها 40,000 سهم اصلا، فانت كده شاري 100%. مفيش ان سي اي بقى خلاص. ما هو انت النهارده لو انت شاري 100% من اسهم الشركه التابعه، خلاص مفيش حد بيقاسمك فيها. انما انت لو شاري اقل، في ناس تانية بتقاسمك فيها اللي هم الان سي اي. كلام جميل. فانت النهارده اصبح عندك 35 بي بي اي كشركه بي، وال 40 فالتوتال عندك البي بي اي اصبح كام؟ اصبح 75. كلام كويس جدا. طيب. آه والناحيه الثانيه زي ما قلنا ان البي بي اي بتاعتها 45. هنخش على الكرنت اسيتس. عندنا انفنتوري ب 16، الناحيه الثانيه في انفنتوري ب 12. تمام. والانفنتوري ده ليه حكايه برضو، هندخل فيها في التمرين اللي جاي ان شاء الله على طول. طيب عندنا اي ار عملاء لاس ب 2000. معنى كده ان انت بتقول انت كبي انت ايه؟ بايع بضاعه ب 2000 دولار لمين؟ لاس. فبتقول والله انا ليا 2000 دولار عند اس. اظن الكلام واضح وبسيط. احنا يا جماعه هنبدا الموضوع يعني فروم سكراتش، يعني بص من ابسط للاصعب. وعلى فكره ما فيش حد عموما بيشرح الكونسوليديشن بالطريقه دي. يعني يمكن انا بحاول ان انا ابسط الموضوع لاقصى درجه ممكنه عشان تبقى انت فاهم الموضوع فعلا من البدايه هو عامل ازاي، من اول فكره يعني ايه كونسوليديشن وليه بتتعمل، لحد ما توصل لمرحله ان انت خلاص انت بتقرا السؤال فاهم الشركه دي هتستارت امتى وبتستثمر بنسبه قد ايه وسنس انكوربوريشن ولا لا. تركز في الجمل والعبارات دي، هي دي اللي هتخليك فاهم التمرين بيتكلم عن ايه، وازاي تبدا تحل وتشتغل وتعمل الوركينج. لان الوركينج كل لاين بتكتبه في الوركينج عليه درجات، انت داخل تكولكت درجات، بس انا مش عايزك تخش تجمع درجات والكلام ده كله. انا عايزك تبقى فاهم الكونسوليديشن لنفسك انت. طيب الاذر بيقول والله خلاص في حاجات تانية كارنت اسيتس. تمام. عفوا هو هنا طبعا المفروض ان انا اكتب هنا كارنت اسيتس بس. تمام. انا نسيتها واحنا ايه بنشتغل. طيب هايل جدا. هو هنا ده المفروض التوتال، بس ماشي ما علينا. فاحنا قلنا هنا خلاص الاذر 6، انت ليك هنا 6، والناحيه الثانيه هو بيقول انا عندي من ضمن الاذر كارنت اسيتس 9000، وبتقول والله انا عندي كاش 1000 دولار. تمام. فالتوتال 25 21. هنا التوتال اسيتس 166. طيب نروح بقى للايكوتي. بص بقى، انت هنا كنت بتقول ايه؟ ان انا عندي انفستمنت 40,000 سهم انا شاريهم مستثمرهم في شركه اس. هو الناحيه الثانيه راح عمل ايه؟ قال لك راس مالي بقى، اللي هو شركه اس في قوائمها بتقول ال 40,000 راس المال دول استثمار شركه بي عندي. فهو كتبهم عنده كراس مال، يبقى هم عندك استثمار. الناحيه الثانيه دول ايه؟ ايكوتي. خلي بالك لازم تبقى فاهم ان الفلوس اللي انت بتستثمرها هنا هي الناحيه الثانيه راس مال انفستمنت اصل عندك، الناحيه الثانيه بتقابلها ايكوتي. ودي معادله المحاسبه، المعادله الاكاونتنج الفاينانشال اكاونتنج اللي هي او الاكاونتنج ايكويجن. مش احنا قلنا الاسيتس بتساوي لايبيليتيز زائد الايكوتي؟ خلاص. فانت النهارده اشتريت ب 100، ب 100، اشتريت ب 100 دولار. الناحيه الثانيه عندها هي 100 دولار في الايكوتي. خلاص. اسيتس بيقابلها ايكوتي. يا جماعه الموضوع بسيط، بس انت خليك فاهم اللعبه ماشيه ازاي عشان مخك ما يلفش. طيب الناحيه الثانيه هو بقى خلاص شركه بي انا مستثمر. انا عندي ال70,000 بتوعي خلاص، وال40,000 اللي انا مستثمرهم خلاص. فانا عندي اصلا اسهم 70,000، ومستثمر شاري ب 40,000 ايه دولار اسهم فين؟ في اس. طيب الناحيه الثانيه في ار اي طبعا ارباح، احنا محققين ارباح 16 وهي محققه 19. وطبعا زي ما احنا قلنا سنسر انكوربريشن. فانا خلاص مش هفكر انا هاخد ارباح اس كلها ولا جزء منها، لا انت هتاخدها كلها. يعني حلال عليك. ليه؟ لان انت اصلا سنس انكوربريشن. سنس انكوربريشن يعني انت بادئ مع الشركه من اولها. اديني قلت الجمله دي كذا مره اهو عشان محدش يبقى تايه من في الموضوع. الموضوع ابسط ما يمكن. تمام. نروح للكارنت لايبيليتي. انا بقرا معاك بند بند كمان عشان برضو تبقى انت فاهم الفاينانشال ستيتمنت. طبعا انت ما هتيجي تحل في الامتحان مش هتقعد تعمل اللي انا بقوله ده، انا بس ده جاست ان احنا بنكسبلين الكونسبت نفسه. فعشان كده انا النهارده جاي بوضح لك الجزئيه دي. فبنك اوفر درافت ده سحب على المكشوف هنا عند اس في ب 3000. تمام. وهي في الاغلب الحساب ده هو فكرته ان الشركه بيبقى عندها شورت تيرم لايبيليتي، بتبقى محتاجه ان هي ايه تاخد زي شورت لون كده من البنك عشان تغطي التزامات عندها قصيره الاجل.
فعشان كده هي عندها سحب على المكشوف ب 3000. خلاص. البيبلز بص بقى، مش احنا قلنا ان اي ار ليها فلوس، البي ليها فلوس عند اس ب 2000، ان هي بعت لها ب 2000. هو الناحيه الثانيه راح ايه، ثبت 2000 عليه، بيقول انا عليا 2000. خلاص احنا كده حبايب، مفيش حد بيخالف التاني. ف وهنا بقى بيبلز عند الاذر، بي بتقول انا عليا 14، وهو بيقول عندي عليا 2000 تانيين غير اللي عليا اتجاه بي. وتوتال توتال وسلام عليكم. تعالى بقى نحل التمرين الجميل ده. احنا زي ما احنا قلنا الاسيتس بتتجمع يا جماعه 100%. بص 100%. انت رايح فين؟ خد هنا تعالى. تمام، ادي ال 80. بص بقى، مش احنا النهارده انا لسه ببدا في اول جزئيه وبنقول في كانسليشن. انا بكنسل ايه؟ الانفستمنت. ليه؟ لان انا ما ينفعش اقول اما اجي اعمل على الجروب اقول انا بقول عندي استثمارات عند نفسي ب 40. ما فيش حاجه اسمها كده. فبروح جاي عامل ايه؟ مكنسل الاستثمار ده. فبالتالي لما هنيجي يعني نعمل الايكويشن، خلينا برضو عشان تبقى الايكويشن مظبوطه. احنا هناخد الادجستمنت اللي هنا ده، فعشان دي تيجي كده زيرو. خلاص. طيب الانفنتوري، خلاص اسيتس زائد اسيتس، الموضوع منتهي. ال 2000، مش ال 2000 دي احنا قلنا دي انترا جروب، دي ترانزاكشن داخليه. طيب الترانزاكشن الداخليه دي طالما انترا جروب سيلز، بتكنسلها على طول، كانسليشن، كانك مش شايفها، كانك مش شايفها. تمام. ف... فطبعا هو خلينا ناخد الايكويشن هنا. ماشي. او يعني خلينا نثبتها هنا كده. احنا ثبتنا طبعا الايه المعادله. طيب طبعا هنا خلاص 9 و6 15 والكاش 1000، فالتوتال 44. وهناخد نفس الايكويشن دي هنطبقها هنا. طبعا احنا هنا 40000 طبعا، احنا كده كده هنكنسلها. خلاص هنكنسل ال 40 بقى. احنا قلنا بقى انت فوق مستثمر ب 40 هتشيلهم قصادها الناحيه الثانيه في الايكوتي. حلو جدا. خلاص. وهتاخد ال 70000 بتوعك، وحلال عليك يا عم ارباحك مع ارباح الاس. فاصبح 105. عندنا هنا بنك اوفر درافت بتلاتة عادي جدا. وعندنا البايبلز هتكنسلها، خلي بالك ما دي انترا جروب سيلز. انت شلت، مش احنا قلنا هنشيل ال 2000 اللي هم الاي ار، زي ما انت ثبت اي ار وكنسلتها الناحيه الثانيه، هو يكنسل عنده ال 2000 فتصبح بزيرو. واخر حاجه اللي هي ال 16، توتال عمل 19، توتال عمل 124. الفرق ما بينهم زيرو، صفرت. مبروك عليك. ده الاكزامبل ببساطه يعني. ده كده على الكنسليشن. تعال ناخد مثال على البارت كانسليشن. تمام. تعال نروح للكتاب ونشوف هو قايل ايه في البارت كانسليشن. تمام. طيب تمرين تاني على البارت كانسليشن. ماشي. هو النهارده جايب لك شركه. خلاص بيقول لك ان دي ستيتمنت اوف فاينانشال اوف بي كومباني اند اتس سبسيدري. انت مستثمر في اس. خلاص have been made up to 30 جون. خلاص لحد 30 6. القوائم دي لحد 30 6. ما قالكش سنس انكوربوريشن، لا قال اهو. قال اهو يا عم ما تفتح. بتفرق طبعا. ليه يا عم احمد؟ عشان خاطر طالما قال سنس انكوربوريشن يعني انا مستحوذ عليها منذ البدايه. يعني ارباحي بتاعتي لما جاي اعمل الار اي، اخد الارباح بتاعتي وارباحها كلها. مش هسيب فتفوته للان سي اي دول خالص. طيب قال لك ان والله بي كومباني بتستحوذ 40%. امم مش بتستحوذ، عفوا، يعني هي بتمتلك اسهم و40% لون ستوك، يعني اسهم وسندات. هي يعني هي مستثمره استثمار جامد جدا. تعال نشوف. بي بي اي 120 100. تمام. 120 100 حلو جدا. 80000 سهم مستثمره 100%. و40% بوند. 40% بوند. خلاص. طيب حلو جدا. وفي عندنا كمان انفنتوري 50 والناحيه الثانيه 60. انا بقول ليا 40 عند اس، انا بايع لها بضاعه ب 40. ماشي. وهو عنده في مخازنه اصلا بضاعه اوريدي بالفعل، عفوا رصيد عملاء 30. ماشي. وفي طبعا حساب اللي هو الجاري بتاع اس 18000 كرنت اكونت. تعال نشوف هو بيقول كرنت اكونت ويز اس 18000. ماشي. يعني ايه كرنت اكونت؟ يعني حساب جاري. حساب الجاري عنده في الاصول بتاع اس 18000. خلاص. وفي 4000 كاش، والناحيه الثانيه ب 6000. تمام. طيب فكده توتال الكرنت اسيتس 112 والناحيه الثانيه 96. تعال نروح للايكوتي. ايكوتي الشركه بي عندها اسهم ب 100 ومستثمره ب 80.
هم ال80 دي هتروح قصاد ال80 دي، ماشي، هنشوف دلوقتي واحنا بنجمع. والار اي 95 والناحيه الثانيه 28. يعني ايه 28؟ يعني شركه اس عامله ارباح 28، انت ليك فيهم كام؟ ليك 100% ان شاء الله. ليه يا عم؟ عشان سنس انكوربريشن. تمام، حلو جدا. في عندنا نون كارنت لايبيليتي، والله بيقول لك انه الشركه الشركه بي عليها التزامات، تمام، هي يعني مستلفه فلوس ب 75,000 دولار، والناحيه الثانيه ال 50 دول اللي هم بتوع مين؟ ال 12% دول اللي هي شركه اس مستلفاهم من بي. يعني اس اصلا عليها 75 لناس تانية، الله اعلم هم مين، واخده سندات ب 75,000، واس واخده 50. ال 50 دول في الاغلب اللي هم مين؟ اللي هم مش كلهم طبعا، يعني هي اس دي عليها 50,000، من ضمنهم 20 بتوع مين؟ بتوع بي. من ضمنهم 20 بتوع بي. تاني هو النون كارنت لايبيليتي يا جماعه ده اللي هي الالتزامات طويله الاجل، خلاص. 10% لون ستوك كارد سندات، يعني شركه بي واخده مستلفه فلوس ب 75,000، خلاص، بفايده 10%. وفي 12% سندات مستلفاها شركه اس، من ضمنهم مين؟ ال 20 اللي هي مستثمراها مين؟ او اللي هي مسلفاها بي الاس، خلاص، مسلفاها. ما هو يا جماعه اللون بس عشان نفرق ما بين فكره البوند والشير، عشان برضو في ناس ممكن تبقى مش فاهمه الفرق ما بينهم. الاسهم، انت النهارده رحت انت مثلا واحد صاحبك هتعملوا مشروع، خلاص، فانت قلت له خد يا عم 100 جنيه، تمام، على ال 100 جنيه بتاعتك، وانا كده هبقى مشارك معاك في المشروع ب 200 جنيه ده، خلاص. طيب، فالشير انت اصبح بال 100 جنيه اللي انت دفعتها بقى ليك اسهم ب 100 جنيه، وليكن لو السهم بجنيه فانت ليك 100 سهم. اما السندات الموضوع فكرته ببساطه ان انت بتسلف. ما هي يا جماعه النهارده التمويل نوعين، يا بوند يا ايكوتي. ما البوند ده ديت، البوند ده تصنيفه ديت، والشير ده تصنيفه ايكوتي، خلاص. فانا النهارده لما باجي او امول اي شركه في الدنيا، يا ديت يا ايكوتي، يا ديت يا ايكوتي، تمام. الديت يعني سندات، يعني فوائد، بدفع فوائد، ده الكوست اوف كابيتال، ده تكلفه راس المال بتاعي. انا النهارده راجل محتاج فلوس، فخلاص يا هاخد فلوس في ان استلف من الناس في شكل اسهم واديهم ارباح، يا اما اخد فلوس في شكل سندات واديهم فوائد. اظن كده العمليه بقت ايه؟ واضحه. يعني هنا التكلفه طبعا هو الكلام ده انا ما كنتش حابب اذكره، ولكن الشيء بالشيء يذكر. يعني السندات انت هتدفع عليها فوائد، تمام، انترست. ولو هتاخد فلوس في شكل اسهم، تمام، يعني الناس هتاخد تديك فلوس وتديها اسهم، فانت الناحيه التانيه مطالب انك تديهم ارباح على الايه؟ على الاسهم دي، خلاص. فده فكره الايه. نرجع تاني للجزئيه اللي احنا كنا فيها اللي هي الديت. فخلاص احنا كده عرفنا انه بي مستلفه، عفوا انه اس مستلفه فلوس من بي جوه ال 50 دول. يعني هي عليها 50، من ضمنهم ايه؟ عليها 20 بس لحد لبي، وال 30 لشركات تانية او لناس تانية. اخر حاجه الاي بي، خلاص. الاي بي هنا انا عندي 47 وهنا 16، تمام. انا عندي تاكسيشن، ضرايب هنا 15، علينا التزامات ضريبيه ب 15,000، الناحيه الثانيه ب 10. هنا في 12 كارنت اكونت عندي بي، اللي هو حساب الجاري بتاع ايه؟ بتاع بي. خلي بالك، عشان هو هناك كان بيقول والله انا ليا 18 عند اس، وهو هنا بيقول لا انا عليا 12 بس. تعالى نمشي بس لاين باي لاين، وبعد كده نشوف هما بيتخانقوا على ايه. احنا زي ما اتفقنا، خلينا ناخد الايكويشن من فوق عشان نختصر على نفسنا الوقت بس. احنا هناخد هنا ال 120 مع ال 100، وهنا ال 80، وهنا ال 20. طيب هنعمل فيهم حاجه؟ طبعا هنكنسلهم. امال مش احنا قلنا الانفستمنت ده لازم يتكنسل قصاده الناحيه الثانيه ايكوتي وديت؟ حلو جدا الكلام ده. طيب الانفنتوري هنجمعه جدا عادي جدا، مفيش اي مشاكل خالص، مفيش اي مشاكل، ده لو مش هيضايقكم. هنجمع عفوا، هو طبعا هنا في ايرور حصل، بس ماشي. وفي عندي هنا زي ما احنا قلنا اللي هو العملاء هنجمعها برضو، مفيش اي مشاكل عندي خالص. 18 طبعا هنا هنكنسلها، بس الانفنتوري مش هيسكت على كده يا جماعه. الانفنتوري مش هنسكته على كده، لا، هيبقى في حاجه تانية هتحصل فيها هوريها لكم دلوقتي. طيب آه هنجمع
وهنجمع هنا 4 و6 10، مفيش اي مشاكل خالص. وهنا نفس الكلام. خلي بالك احنا قلنا هنا هناخد ايه، هنكنسل ال 80. صح، حلو جدا. يعني هيتبقى معايا مين؟ هيتبقى معايا ال 100 بتاعتي انا فقط، ما ال 80 دي اللي احنا مستثمرينها في اس، فاحنا كنسلنا ال 80 هنا، نكنسلها الناحيه الثانيه. هتعمل هنا، تعمل هنا. حلو جدا. والار اي زي ما احنا سنس انكوربوريشن في حلال علينا خلاص. وطبعا هنا دي ال 75، وهنا هتكنسل ال 20 بتوعك اللي انت مستثمرهم. مش انت مسلفها 20؟ ايوه. بس يبقى خلاص، يبقى الصافي 30 فقط كجروب، 20 بتوعي وال 30 بتوع الناس الايه التانيين. خلاص طيب. فاضل ايه تاني؟ عندنا الاي بي طبعا. عندنا الاي بي، هنجمع الاي بي عادي خالص. وال 15 25، وهنا ال 12. لا، هتكنسل بقى ال 12، احنا قلنا. طيب كده في 6. في 6، الستة دول بقى بتوع ايه؟ بص يا سيدي الفاضل، حضرتك النهارده للاسف انت بتقول انا بايع بضاعه لاس ب 18. حلو. يعني انت بتقول ان انا ليا فلوس يعني انا ليا بضاعه ثمنها 18000 عند اس. طب ما هو اس بيغلطك وبيقول لك لا يا باشا، انت ليك 12 بس، انا لسه البضاعه ما دخلتليش، ما دخلتش المخازن عندي. قال لك بقى طالما البضاعه لسه في الطريق، ما دخلتش المخازن عندك، تمام، وانت بتقول لا انا عليا 12 فقط لحضرتك، وانت بتقول لا، فقال لك بس خلاص، يبقى السته اللي عاملين لكم مشكله دول تروح تحطهم على المخزون بتاع الجروب. تروح تحطهم على المخزون بتاع الجروب، فكده تظبط معاك. يبقى انا النهارده لما يجي الشركه البيرنت تبيع للشركه الصب، او الشركه الصب تبيع للشركه البيرنت، وبقى في بضاعه في الطريق، قال لك حط البضاعه دي على الجروب، على مخزن الجروب. حطها على مخزن الجروب. هنكتفي بهذا القدر. النهارده احنا كده اتكلمنا فكره الكونسوليديشن، واتكلمنا عن الان سي اي، واتكلمنا عن ليه بعمل كانسليشن، واتكلمنا عن ليه ايه فكره الاستحواذ، والشركه امتى تستحوذ بنسبه قد ايه، والانترا جروب سيلز. ولسه هنكمل، واتكلمنا عن الكانسليشن والبارت كانسليشن. المره الجايه هنكمل بقيه الكونسوليديشن. طبعا هناخد اجزاء تانية في الكونسوليديشن، وهنشوف تمارين تاني، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده، وتكونوا فاهمين معايا طبعا وبتحلوا طبعا، لان اهم حاجه ان انتوا تحلوا، لان طبعا الموضوع بدون حل وبدون مذاكره ملوش اي قيمه. مش هطول عليكم، ان شاء الله هنكمل مع بعض المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه